بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه رأيكم في الجمال والحلاوة دي بقى؟ يلا بينا على الوصفة بتاعتنا على طول. طبعا مبدئيا الكرنباية دي ب10 جنيه بالعافية، يعني بعركة. وبعدين انا اخدتها من بق الاسد، ده احنا مكناش لاقيين كرنب ولحقتها كده في اخر لحظة. فطبعا هستغل فيها كل حتة، مش هسيب منها حاجة. فعلا احنا مكناش لاقيين كرنب، يعني احنا كنا فعلا ب... بنتخانق على شوية الكرنب دول. حتى هي كانت مستغلنا أبشع استغلال، يعني ده كانت بتبيع الكرنبتين ب35 جنيه. فطبعا هي مش كبيرة، يعني هي مش كبيرة حتى الكرنباية عشان تبقى ب15 جنيه حتى. فاحنا جبناها ب10 جنيه بالعافية كده. ادي الكرنباية اللي معايا. وطبعا شوية الخضرة اللي انتوا شايفينهم الحلوين دول عاملين 10 جنيه برضه. فايه يعني ايه، يا رب الشتا يجي بخيره. بيبقى الكرنب فيه كتير ورخيص، وبيبقى الخضرة فيه كتير كمان وجميلة. طبعا انا سلقت الكرنباية بتاعتي. وعندي بقى ايه البطل بتاعنا النهاردة، شوية ممبار بقى. كان عندنا فرح، فطبعا احنا هنا بنذبح. فأخدت شوية ممبار طبعا من الذبيحة بتاعة العريس. نضفناهم في الفرح كده، بس جيت هنا بقى ايه غسلتهم غسلة مظبوطة. حطيت يا جماعة ملح الليمون فيه سحر في الممبار، ما خلاليش فيه حاجة. طبعا احنا غسلينه في الفرح بسرسة. هبقى اعمل لكم فيديو لطريقة غسيل الممبار عشان يطلع بالجمال اللي هو فيه ده. انا حطيت بعد انا لسه قلباه، حطيت له شوية ملح ليمون وهو مقلوب و... وشوية خل وشوية دقيق، وفركته فيه جامد ابيض معايا كده. وطبعا قلبته بقى وشطفته. ونخش بقى على الايه على التسبيكة بتاعتنا. بصلاية حلوة مع قرن فلفل حامي. شايفين الممبار شكله ايه؟ طبعا شطفته وقطعته، والتسبيكة شغالة معايا. وعندي بقى شوية بتنجان كده قورتهم. وادي الرز بتاعي نقيته. التسبيكة بتاعتنا استوت. طبعا احنا مسبكين قبل كده للمحشي كذا مرة، فانا ما جبتش الطريقة كلها. يعني احنا بنسبك بنحمر البصلة، وبننزل عليها الطماطم بتتسبك، وبحط لها البهارات بتاعتي بقى ونعيش حياتنا بقى. طبعا احنا هنا كده ايه جينا قعدنا بقى في الهوا تحت المروحة، لان المطبخ عندنا حر، فانا مش هستحمل الحر ده. فجينا قعدنا تحت المروحة هنا في الهوا في وش الباب كده. وجبنا الحاجة بتاعتنا كده على الصينية كلها، ويلا بينا ايه نحشي. الأول هحشي ايه البتنجان بتاعي. البتنجان احنا مش بنكبسه جامد، يعني يا دوب كده عشان يبقى طايب ويبقى طري ويبقى حلو. في ناس بتحب تحمر البتنجان ده وهو ني. لا، انا بحمره بعد ما بيستوي يا جماعة، والله بيبقى طعمه خطير خطير. مش قادرة اقول لكم كده تحميرة البتنجان في الزيت، وتطلعيه ترش عليه شوية فلفل اسود كده. لا، احسن من اللحمة، والله والله بيبقى طعمه جميل. يا ريت حد يجربه ويبعت كده يقول لي انا جربت البتنجان، واشوف فعلا هو كل الناس شايفه طعمه حلو زي، ولا انا بس اللي شايفه طعمه حلو. محشي كده شايفين انا مش بكبسه، انا يا دوب بنزل وبخبط خبطه كده. ومش بخليها كمان من فوق اهو شايفين، يعني يا دوب كده خلصت البتنجان. انا هقول لكم على سر في البتنجان ده، بس ايه مش دلوقتي. هحشي بعد كده الممبار بتاعي. طبعا عشان ما زفرش الرز هاخد شويه كده لوحدهم. بصوا بقى احنا بنمسك الممبار ازاي. طبعا هو ما شاء الله نضيف ومغسول وجميل وما شاء الله عليه، وكان طعمه زي السكر. طبعا الدهن اللي فيه دي احنا مش هنشيلها، احنا مش هنشيلها. امال هو هيستوي ازاي؟ بمسك بقى شايفين بدخل طرف صوابعي ازاي. ادي اهو شايفين. انا عايزاكم تبصوا بقى ايه انا بعمل ازاي اهو. صباع لجوه وصباع لبره. شايفين اهو. واحدة واحدة هنتعلم. في ناس بقى بتحط القمع وبتحشي وبتعمل. أنا بالنسبة لي بحشي بالطريقة دي، وسهلة وجميلة ومش بتاخد، لأن الممبار أصلا احنا مش بنكتر له رز.
احنا بنفرد فيه الرز، بندخل كده بنفرد فيه الرز ومش بنكتر له الرز عشان ما يبقاش ايه صباع الممبار تخين معايا. طبعا انا يعني تقريبا مقطعاه كله بطول واحد، يعني بقيت اقطع كل الممبار كده ايه بطول واحد. ويا رب يكون عندنا فرح كلهم عشان نلاقي شوية ممبار حلوين زي دول، لان فعلا كان نفسي في الممبار. وبعدين احنا كلنا هنا من عشاق الممبار، حتى اولادي وجوزي كلنا بنحب الممبار. يعني كانت اكلة جميلة، وما عملناش معاهم لحمة ولا حاجة، ده هو بالنسبة لنا كده كان احسن من اللحمة. ادي تاني واحدة اهي، باخد برضو بطرف صبعي كده، واحدة واحدة ايدينا هتتعود وهنتعلم. وبفرد برضو الرز فيه كده كله، وبحاول بقى الطروف بتاعة الممبار مش بخلي فيها رز اصلا، عشان لما ينزل الشوربة ما ينزلش منه رز فيه. هو طبيعي عشان ما حدش يقول ان الممبار مستحيل ينزل رز، لازم بينزل، بس كده مش هينزل معايا كتير. كده مش هينزل معايا رز كتير، ان الحروف بتاعته ما فيهاش رز. اهو بحاول افضي ايه الحرف بتاعه كده عشان ما يبقاش فيه ايه رز ينزل مني، يعني ما ينزلش رز كتير في الشوربة بتاعته. اهو شايفين اهو. واحدة تاني، معلش انا هطول عليكم في الشوية دول بس عشان ايه يعني ايه، في ناس برضو لسه مش بتعرف تحشي الممبار، فهي دي الطريقة بتاعتنا. وطبعا ايديا كلها طماطم، الحمد لله انا غاسلة ايديا قبل ما اقعد احشي المحشي يعني. احنا مش بنلبس جوانتيات ولا حاجة، احنا شغلنا كله بايدينا الحمد لله، ايدينا نضيفة. لان في ناس بتعلق على المواضيع دي، فانا لا، شغل بايديا كده. انا بعمل لولادي، ان ولادي اللي بياكلوه، فاكيد يعني ابقى اضمن نظافة كل حاجة. كده ايه هكمل كده، يعني انا مش هوريكم تاني في الممبار بقى، كده كفاية اهو. طبعا بنخلي الطروب برضو ما فيهاش رز ياما، و... وما بخليش اصلا الممبار فيه رز كتير، عشان ما يبقاش صبع الممبار تخين معايا ويفتح مني او يفرقع. ماشي كده انا خلصت ايه كمية الممبار بتاعتي، وما دول اللي فاضلين دول بقى هعملهم حاجة تانية، اكيد هوريها لكم برضه. وطبعا حشيت ورق الكرنب، مش محتاج ان احنا يعني نوريه لكم، احنا برضه عاملينه كذا مرة. يلا بينا ايه، كده خلصنا الممبار وورق الكرنب والبتنجان. طبعا احنا ما عندناش شوربة، فطبعا احنا هنعمل شوربة. كده كده الممبار فيه دهنة وفيه صلصة متسبك. عندي بقى ايه، عشان برضو ما اشمش ريحة مش عجباني، لان هو ما فيهوش اي ريحة. عود قرنفل، عود حبهان، ورقة اللوري، قرن فلفل حامي، طماطماية، بصلاية، ملح، فلفل. وهنزل في ايه، طبعا انا كنت مولعه المية تغلي اصلا من الاول، هنزل بالممبار واحدة واحدة بقى. الدهنة اللي فيه دي هتغنيني اصلا عن الشرب، عشان كده احنا مش بنشيل الدهنة بتاعته. مش هنزل الممبار مرة واحدة، عشان طبعا وانا بنزله المية بتبرد مني، فعشان ما يديش فرصة ان هو ينزل رز اكتر، فنزله مثلا، يعني نزلي وسيبيه المية تسخن تاني شوية، وروحي منزلة بقية كمية الممبار بتاعتك، عشان ما تحاوليش ان الممبار يفتح معاكي كله، لان الممبار نازل ساقع والمية سخنة طبيعي هيبردهولك. طبعا انا حطيت الكمية على مرتين، كده انا خلصت الكمية بتاعتي كلها اهو. بيقفل معايا بقى على طول وما بينزلش رز كتير، هو بينزل بس مش ايه، مش كتير. كده يعتبر هو الممبار معايا استوى. هنعمل بقى شوربة للمحشي. عندي حتة دهنة حلوة كده، حطيت معاها فلفل، ملح، كمون، بهارات بقى مشكلة من عندي، عملنا شوربة. وادي ايه هنزل بقى شوربة ليه للمحشي، انا لازم انزلها سخنة. وكمان بعمل حاجة، بولع البوتاجاز على الحلة، ساعة ما اسمع صوت الحلة بروح منزلة الشوربة، انزلها تغلي على طول. البتنجان طبعا ده مش كمية البتنجان كلها، عشان ايه نبقى صراحة، هو ده السر اللي انا كنت هقول لكم عليه.
انا احتجت، كان فاضل معايا شويه ورق كرنب، فانا قلت البتنجان سهل انما الكرنب مش سهل، ففضيت شويه بتنجان وكملت بيهم محشي الكرنب. هو ده السر اللي كان ايه على البتنجان. طبعا الممبار بتاعنا شايفينه عامل ازاي بقى، ولا واحده فتحت. وادي شويه البتنجان اللي فضلوا يا جماعه، ولا واحده فتحت. وادي المحشي بتاعنا استوى. وشايفين بقى الجمال بتاع الممبار، يعني شايفين اللون بتاعه، اللون هيتكلم. والله بأمانة يعني تسلم ايدين ام حبيبة. نطلعه بقى رشة فلفل اسود كده. هنا الحكاية بقى، هنا في البتنجان ده يعني يا دوب انا بنزله ياخد لون، بس ياخد لون، مش بحمره تحمير وانشفه، لا ياخد لون، ياخد لون بس كده في الزيت، واطلعه ارشه له شوية فلفل اسود. وكل بقى وقولي لي على الطعم. كده خلصنا صينية المحشي بتاعتنا بقى. انا الصينية دي انا عاملاها للمحشي. خلصت صينية المحشي بتاعتنا كده. جربوا البتنجان، اقلوه في الزيت بعد ما يستوي. شايفين بقى صباع الممبار عامل ازاي، مستوي حلو، مش معجن، مش ني، مش مفرقع، مش مهري، ولا واحدة فرقعت والله يا جماعة. وبيبقى مقرمش بقى، يعني مقرمش وجميل، وهو اللون بيتكلم عن نفسه. ومحشي البتنجان برضو يعني ما شاء الله عليه، وكانوا شوية محشي بألف هنا. في ناس بتقولك احنا مش بنحب الكرنب، هو تقريبا الكرنب دلوقتي اللي هو الصيفي. لا انا بحبه، بيبقى ورقه حلو وما فيهوش عروق، بحبه اكتر من بتاع الشتوي كمان. ودي كانت الوصفة بتاعتنا. ما تنسوش ما تنسوناش في التعليقات واللايكات. بحبكم في الله، يا رب تجربوها.